السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بحب في الأول أشكر كل الناس اللي بدأت تتابعني على القناة على اليوتيوب بشكل فعلي وبشكل رسمي وبدأت تشاهد فيديوهاتي. ألف مليون تريليون شكر للناس دي، والناس اللي بدأت تشاهد فيديوهاتي ولسه ما اشتركتش في القناة. أنا عارف إن أنا مبين انتمائي للنادي الأهلي أول الفترة دي، بس أوعدكم اشتركوا في القناة، وأنا أوعدكم إن أنا بعد ما ينتهي كأس العالم زي ما طورت في الفترة اللي فاتت والكام فيديو اللي فات كان في تطور ملحوظ. بعد ما ينتهي إن شاء الله كأس العالم للأندية هتلاقيني بقى قناة اسم على مسمى كلام في الكورة، هتكلم في كل حاجة في الكورة، في كل الدوريات الأوروبية إن شاء الله، وهتلاقيني بتكلم عن حاجات كتير ما تخصش النادي الأهلي. مش هبقى مخصص القناة للنادي الأهلي بس. نخش في موضوع الفيديو النهاردة، وهو توقعي الشخصي لتشكيلة النادي الأهلي ونادي ريال مدريد في المباراة المنتظرة ما بينهم النهاردة الساعة 9 مساء. نخش الأول على تشكيلة ريال مدريد، وهيبدأ في حراسة المرمى بأندريا لوني. خط الدفاع هيلعب بكافامينجا وروديجير وناتشيو وكارفخال. ده توقعي، عشان ما تقولش انت طالع تقول التشكيلة اللي هيلعب بيها، لا ده انا بقولك ده توقعي انا للتشكيلة بتاعت ريال مدريد وتشكيلة النادي الاهلي ايضا. انا بتوقع كده لان الفرقتين دول انا بشجعهم وعارف مثلا طريقة لعبهم وعارف اللعيبة اللي موجودة فيهم. يعني انا بشجع الفرقتين دول من زمان، بشجع ريال مدريد في اوروبا، والنادي الاهلي هو النادي اللي انا اتولدت لقيت نفسي عليه. نخش على خط وسط الملعب في ريال مدريد: توني كروس واوريلين تشاوميني، وهيلعب بلوكا مودريتش، وهيلعب بفيدي فالفيردي. ده توقعي لخط وسط نادي ريال مدريد اللي هيبدأ بيه المباراة. اما خط الهجوم هيلعب بفينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، يعني هيلعب باتنين مهاجمين: فينيسيوس جونيور، وطبعا كلنا عارفين خطورة فينيسيوس جونيور، ورودريجو جوس. الاتنين بصراحة يعني اخطر من بعض، ما يحسسكش بغياب كريم بنزيما. احنا كده خلصنا، مش هشرح لعيبة لان كلنا عارفين مدى خطورة لعيبة ريال مدريد كلهم باللي على الدكة بالاساسي. كل اللعيبة في ريال مدريد على اتم الاستعداد لاي مباراة. نخش على تشكيلة النادي الاهلي نخش على تشكيلة النادي الاهلي وده توقعي الشخصي. هيبدأ المباراة زي مباراة اوكلاند سيتي ما عدا تغيير واحد بس. يعني لو تفتكر في مباراة اوكلاند سيتي انا قلت لك هيبدأ بمحمد الشناوي، وهيبدأ بعلي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي. ثلاثي خط الوسط ده كان الدفاع، وحراسة المرمى محمد الشناوي. خط الوسط هيبدأ بأليو ديانجو وحمدي فتحي وعمرو السولية. في المباراة دي لازم هيبدأ بيهم، لازم هيبدأ بيهم. غير كده انا هشوفها بالنسبة لنا يعني ممكن بيجازف. لو عايز احافظ على توازن نص الملعب ويمسك كرة قدام ريال مدريد لازم يبدأ بالثلاثي ده: عمرو السولية، اليو ديانج، حمدي فتحي. قلنا ساعة اوكلاند حسين الشحات عشان بيبقى عامل جبهة مع محمد هاني كويس دفاعيا وهجوميا. وقلنا ساعتيها احمد عبد القادر عشان بيبقى عامل جبهة مع علي معلول في الشمال برضه هجوميا ودفاعيا كويس. لكن الاختلاف بقى هنا هيبقى في احمد عبد القادر. انا شايف انه هينزل طاهر محمد طاهر، او شايف انه ممكن يبدأ الماتش ده بطاهر محمد طاهر. يعني بدنيا بدنيا وقوة، يعني طاهر افضل من احمد عبد القادر. مهاريا مش زي احمد عبد القادر، ممكن احمد عبد القادر ينزل في الشوط الثاني. هيبدأ الهجوم بتاعه
اللاعب المهاجم محمد شريف. ده بالنسبة للتوقع تشكيلة النادي الأهلي ونادي ريال مدريد قبل مباراتهم النهاردة في 9 مساء. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة ووصلنا للنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.